السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا البارح قلت لكم وقعة الطيارة محمود السيسي مشكور. الأخ عبد الله الشريف نزل الصورة بتاعت إبراهيم العرجاني عشان تعرفوا مين هو إبراهيم العرجاني، ولازم تعرفوا إن ده بقاله سنين بما يسمى بين قوسين محاربة الإرهاب في سيناء. إبراهيم العرجاني المجرم، احضروا بس احضروا لان الليله كبيره. فاوريكم فيديو لو انتوا فعلا راضيين على اللي انتوا عايشينه ده وهتفضلوا مكملين كده تستنوا مساركم، لان هو طالع بكل تبجح السيسي في قلب الكليه الحربيه الاكاديميه الحربيه بتاعت صعقاه الحراميه القتلاه سافكين الدماء تمام. طلع في الكليه الحربيه النهارده يقول لكم دور الأكاديمية الحربية مش تأهيلهم بس، مش تأهيلك في سرقة البلد، انك بتدفع كاش ماني عشان تدخل وبتاخد وعود بالفم المليان. السيسي قالها لهم. عارف السيسي قال لهم ايه يا باشا؟ يا استاذ يا استاذه في مصر، قال لهم انت بتتأهل مش تأهيل بس في الكلية الحربية، ده انت بتتأهل لكل مؤسسات الدولة المختلفة عشان تورثوها. هو خد العظماء الكليه الحربيه العظيمه الشرفاء اللي بيحموكم. انا عايز اعرف حموكم من ايه؟ انا حد من المصريين بس يقول لي السيسي وجيش ولاد فوزيه دول حموا مصر من ايه؟ عيشتك مرار طافح، بلدك بتتباع، هم بيعبوا كروشهم. فين يا ابراهيم يا عرجاني يا قاتل يا حرامي لاهل سينا، رئيس اتحاد القبائل العرب في سينا، يا عرب في مرسى مطروح وعلى كل السواحل من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها، يا صعايده يا عرب. ابراهيم العرجاني القاتل طالع بالصوره قصاد الطياره متلبس الطياره اللي فيها ذهب وفيها دولار وفيها، وانت متعوز ازاي؟ انا عايز حد يفهمني بالعقل بس يا جدعان. ما انا بس انا من ولادها متبهدل هنا في بلاد الشهداء. انا بقى فقير ازاي؟ انا كمصري بسالكم احنا فقراء ازاي؟ ومطالب انك تسكت وما تسمعوش كلام حد غيري. اديكم ما سمعتوش كلام حد غيره فيكم الفساد يا شعب مصر، فيكم الفساد، فيك الاناني، فيك اللي بنقول ثوره يبقى البلد خربت. لا غلط، ده ثوره دي شرعيه وقانونيه، دفاع عن الحق والعرض والارض والدين والوطن، ده شرع وقانون يا اخي. لا غلط، انت لازم تصور وتصح. طلع لهم في الكليه الحربيه بيقول لهم احنا مش بنأهلكم كده وخلاص، ده انتوا عشان تمسكوا مفاصل المؤسسات المختلفه في الدوله تحموه واحنا بنبيعها واحنا بنسرقها واحنا بناكل خيرها وبنقتل ولادها وبنكذب ولادها وبنخون ولادها عشان بنقول عايزين حقنا. انا كمصري ليه حق، انا بحمل الجنسيه المصريه، ليه حق والله العظيم على ما اقوله شهيد. لا املك في غربتي غير الشارع اللي بيقولوا لي عليه متشرد ده بمشي فيه، نفس داخل نفس خارج، وربنا شاهد عليا في غربتي، واللي في غربه يعلم ما اقول. ما يعني ربنا يصبرنا على الغربه تمام لوحدها تمام. مع ذلك مكملين ومش يائس ومش خانع ولا ذليل وفي دولة عربية. تخيل. وعلى فكرة لو فضلت بالحال انا ده هم شايفيني، اذا كان هنا في المكان اللي انا مقيم فيه ولا هناك، هم مستنيين نقع بس بعون اللي انا واقف لكم تمام. والاحرار والحرائر اللي بيتفرجوا عليا تمام، وكل واحد بينادي الشعب المصري بحاجه والتمني كله بيتمنى الشعب المصري يقوم بثوره تمام. في واحد بيتكلم باسمها برضو، لو اتسكت عليه هم قاعدين يتفرجوا هوصل لنتيجه ايه؟ لو ما وصلناش لنتيجه يبقى الكل هيتأذى. اي واحد هيتكلم عربي هيشوفوا له اذى في كل مكان، وانا بتكلم من بلد عربي ومش هسكت على حقي ولا حق بلدي ولا حق ديني ولا حق الناس الغلابه، لان هوريك فيديو انا شفته بكيت. ناس بتسرق ذهبنا وابراهيم العرجاني القاتل
اللي قتل اهلنا في سينا. ده اتقفل لي صفحه باللي اتكلمت عنه في سينا يا جدعان. ها قبل ما نرمين عادل تطلع تقول وتعيد وتزيد. الاهالي قالوا لي شواهد بالداخل وادوني ادله بحاجات. الكلام ده من سنه ونص فات، من سنه ونص فاتوا. اقسم بالله ان الكوارث اللي حكيت عنها اتقفلت فيها الصفحه وقال لك مش هينفع تطلع منها لاسباب امنيه. كان بيتكتب لي كده ما ينفعش تطلع منها لا لايف ولا تنزل منشورات. واللي كان متابع صفحه اللي على الفيسبوك صفحه زيك الحر شارب المر كان اسمها كده، اتقفلت. دور عليها دلوقتي عشان كنت بتكلم على ابراهيم العرجاني وجرايمه في سينا، جرايم الحرب. تمام؟ اللي خلي بالك مقرب جدا لمحمود السيسي، اللي هو يبقى ابن مين؟ ابن العرس الكبير. ابن العرس الكبير. ما هو ده انا امبارح لما سالتكم في اللايف هم 6 مصريين، فين اسم السادس؟ وقبلها قلت ان محمود السيسي هو اللي ورا الموضوع والعرجاني معاه. اتكلمت بس لما تاكدنا بقى وعبد الله الشريف وراه الله يبارك له يا راجل يا طيب، طلع الصوره وهو واقف قصاد الكاميرات متصور بالكاميرا قصاد الطياره. تمام؟ هوريها لك الطياره دلوقتي، هوري لك ابراهيم العرجاني. وكان الترابين لما اتكلم عليهم القبيله الداعمه ليه؟ مع عيله العرجاني اللي قطعوا نسيج العرب في سينا. قطعوا شوف جزلوهم جزل كده. بص نفضوهم. واي حد في سينا يكذبني. اي حد في سينا يكذبني على اللي بقوله ده. تمام؟ اهالي سينا حتى اللي هم اللي جايين وبنوا من سنين وعاشوا في سينا وسط اخواتنا العرب. تمام؟ يشهد على ما اخوه. وشوفوا في العريش بيحصل ايه وفي كل منطقه في سينا، في شمال سينا. يابا هم بيخرجوا ذهبك، بيخرجوا خيرك، وانت قاعد تغني ظلموه. انت قاعد تغني ظلموه. وابراهيم العرجاني كان زعيم الطياره مع مين؟ مع الجيش اللي هو والشرطه اللي في الساعه. شفت بلد مصر امن وامان ازاي؟ والله انها امن وامان الحراميه وسافكين الدماء واللي اغتصبوا اخواتك وناسك واهلك. تمام؟ هي مش المصريين، هي فعلا امن وامان على الحراميه وسافكين الدماء والبلطجيه. تمام؟ واللي اكلوا قوتك وقوت عيالك. فعلا هي امن وامان. واي واحد فيهم يعلق التعليق ده ويقول لك مصر امن وامان تعرف انه حرامي على طول. لان لو مصر امن وامان هوريك الفيديو. شاب من شبابها كان واقف ينتحر واقف على البحر عايز ينتحر عشان مش عارف يجيب علبه لبن لابنه ب 180 جنيه. لبن الاطفال. ان الجيش العظيم اول ما مسك كان بيبيع لكم لبن الاطفال وغلاه وسحبه من السوق وهو اللي محتكره. حصل ولا ما حصلش؟ علبه اللبن للاطفال وصلت 180 جنيه. 180 جنيه يا كفره. لبن الاطفال اديله الرضع يا ولا يا باشا عظيم. انا اوريك الفيديو خليكوا شاهدين على بعض. يا ابراهيم عرجاني انت قاتل يا ابراهيم عرجاني قبل ما تكون سارق يا ابراهيم. انت قاتل يا ابراهيم عرجاني. تعال اوريكوا الصوره امام الطياره، طياره السرقه اللي راح خد بيه اللقطه السيسي عشان يقول ان ابراهيم العرجاني قاعد جنبي اهو في مطروح. يا عرب مطروح انتوا تعلموا كل شيء. بيرشوكم ولا بيسكتوكم ولا ايه؟ يا عرب مطروح عيب عليكم. فين شيم العرب يا عرب مطروح؟ دم اخوكم مات وشرطي قتلوا من كام اسبوع. تمام؟ والموضوع اترمخ عليه ونيموكوا. يا عرب مطروح ابراهيم العرجاني قاتل ولا لا يا عرب مطروح؟ يا عرب سينا. طب تعالى شوف البيت. ابراهيم العرجة، ابراهيم العلقة. يا عرجاني وحياة امك يا عرجاني ما هنحلك. ابراهيم العرجاني قاعد جوه الطيارة. يا حلاوة يا حلاوة يا اولاد. ده المصري السادس. ما انا قلت لكم امبارح في واحد سادس. هو ده حد كبير؟ ده كبير بالنسبة للسيسي ومحمود السيسي صديقه المقرب. يا باشا اللي كان بيحصل في سينا، اسمع بس، اللي كان بيحصل في سينا جرائم حرب.
قتل وسفك اخواتكم المصريين. شفتوهم لما كانوا بيطردوهم من البيوت ولسه في العريش. الناس نازله مظاهرات، ننزل فين؟ هي الناس ما بتنزلش ليه؟ طب ما تروح تدعم اهلك في العريش. هي مش العريش دي تبع لمصر؟ مش شمال سيناء وجنوب سيناء تبع لمصر؟ لا، ده فصلوها، خلوها ارض حرب عشان يسلموها لاسرائيل ويسلموا خيرها، ويبيعوا خيرها ويهربوه. وابراهيم العرجاني بالشواهد الصوره طالع فيها امام الطياره. يا لهوي. بس يا عرسي يا ابن المتنكه محمد يا نبيل، بس يا ابن اللبوه يا حرامي، بس يا راجل يا عرس، هنجيبك بصورتك دي يا عرس، هتتحاسب يا راجل يا منيوك يا علم يا ولاد الحرام. بس يا خول انت واللي على شاكلتك هتتحاسبوا يا معرصين، مش هتدوب، خلاص انتهت. جاب الضرافه العرس طلع يترشح وعمل لنا فيلم المرشحين المنافسين. اذا كان عماد طنطاوي ولا غيره مفيش انتخابات اصلا، لان اللي جاب الدم مش هيمشي الا بالدم. بس عاوز رجال، وجيشك طبعا محتل وحرامي وعبد المأمور. الجيش بقى مصلحه، الجيش بقى دوله جوه دوله، الجيش بقى هو الشعب وابن مصر. واللي بيعارض بيركب السبنسه. لازم اكون حرامي سافك دماء عبد المأمور، وده جيشك. بس يا ابن الشرموطه يا خول، بس يا خول يا اللي شردت شعب مصر يا شراميط يا ولاد الاحبه، يا ولاد فيفي عبده الرقاصه، يا رقاصين يا ولاد الرقاصه. انما شعب مصر هوريهولك في الفيديو. يا خول يا خول، عرتونا بينادونا بولاد الرقاصه يا ولاد الرقاصه، يا ولاد فيفي عبده الام المثاليه. شوفوا الشاب ده كان هينتحر عشان علبه لبن، وهم بيسرقوا خيرك وانت قاعد نايم تتفرج عليهم. داك الله يا مصر. داك الله يا مصر. عشان المطالب ان نسكت على البلد دي، والله ما هنسيبكم، والله ما هنسيبكم. ثواني يا جماعه علي الصوت عشان انا في الشارع انا مش سامعه. الشاب بيبكي على علبه لبن لابنه. الشاب ده جنب البحر، حسينا يا جماعه انه عاوز يعمل مساعده، فلازم ننزل نشوف فين. الساعه دلوقتي 10 وقف شاب جنب البحر بعد نص الشاب ده بيبكي على علبة لبن لابنه، واقف على البحر بيبص له عشان ينتحر. نجار باب وشباك مش لاقي حق علبة اللبن لابنه بقاله 5 ساعات. شاب هينتحر عشان علبة لبن ب 180 جنيه. هنزل لكم الفيديو. والحرامية بيسرقوا ذهب وآثار ودولار. طب الأزمات مين اللي هيدفع؟ يا سيسي يا سيسي. انتوا عمالين تقربوا في الآثار وفي الذهب وفي الدولار، وبتقولوا ان احنا تعوز قوي وعمال تاكل الشعب التطوره، تمام؟ وناس كتير مصدقاك ولسه مصدقاك، وفي حراميه والدنيا فسدت، الدنيا ضاعت يا جدعان. مصر في الهويه، واللي ينطعني يشوف حاله الان يا جدعان، من كبيره لصغيره. ما تقاوحش ما تقاوحش ما تقاوحش، واللي جاي اسوأ. ما هو اللي جاي اسوأ. النتيجه ايه؟
تحت الصفريه ب 30 40 خطوه، واللي جاي خراب عارف عليك انت. طلع وزير التضامن الاسبق قال لك ان التكافل والكرامه ده تنييم للناس. ايه الاسر المصريه مهدده في خطر، ده تنييم للناس. والله. وصريخ الناس اللي بتسمعوه ده يا جدعان هي خلاص جابت ضرافه، وهو مكمل عشان لو سكتوا ومشهد الانتخابات عدى وابن الحرام ده كمل او هرب هروب خرج خروج امن، والله يا مصر ما تبقوا رجاله يا شعب مصر. والله ما يبقى فيكم راجل، والله ما يبقى فيكم راجل. ادفنوا راسكم في النعام تحت التراب، ادفنوا راسكم في النعام. شوفوا الفرصه جايه، واياكم والاستسلام والتراجع. الفرصه جايه، واستعدوا واعدوا للحظه، وبلدكم لازم تلحقوها لانها انتهت، مفيش غير حياتك فيها. شفت خيرها بيخرج فين؟ ابراهيم عرجاني يا قاتل، بتسرق وقاتل والدنيا خربانه، كلهم كده الان. والسيسي راح يهيأ لك بيأهلهم ليمسكوا كوادر الدوله في الاكاديميه الحربيه. انت مش دافع فلوس؟ هنرجعها لك، بس كلوا في خيرها واحموني. صح يا اولاد مصر يا خونه يا زعقاء؟ ربنا ينتقم منكم وربنا يورينا فيكم يوم. ربنا ينتقم منكم يا جيش مصر يا عظيم. أرنا في جيش مصر العظيم عجائب قدرتك. يا رب تكونوا انتوا جيش الخسف، الجيش العظيم كله يكون جيش الخسف في ظهور المهدي. يا رب يخسفكم، ادعموه وروحوا حاربوا المهدي يا كفره، وتكونوا انتوا الاوائل يا رب. قادر يا كريم جيش مصر العظيم اللي فيه ابن عمي وابن عمك عبد المأمون. صح يا بهوات؟ ربنا ينتقم منكم، ربنا ينتقم منكم ويرنا فيكم عجائب قدرته يا جيش مصر يا عظيم. يا زباله، يا زباله، يا جبان، يا اللي بتعملش راجل الا على اخوك. يا جبان يا عبد المأمور، يا خنزير، يا خول. محدش يقول لي متحامل عليهم، لاني بعد اللي بنشوفه وبنسمعه وحال المصريين واصل لكده، يبقى ده جبان ودلدول وكلب الصهاينه من كبيره لصغيره. يا جبان ما تعملش راجل عليا يا جبان. انت عارف ان انا عارفك كويس وفاهمك كويس وعارف اللي فيها. كفاكم طبطبه ومرهمه على الشعب المصري يا جبنه، ما تعملوش رجاله علينا احنا. ثورة المفاصل ارجعوا لها مع الاستاذ خالد السيرت، مع ان ما حدش يدعمني في الكارثه اللي انا فيها. يا داعمين يا نور، يا نور، كله شايفني ومغمى عينيه. الاحرار اللي هنحرر عن المشوار اللي بيتكلموا عن شعب مصر، ولا انا مش مصري يا نور؟ يا نور ولا ايه يا نور؟ ادعموا ثورة المفاصل، خطة للنزول وتأمينكم والحفاظ على البلد، مش عايزين خرابها. ادعموا ثورة المفاصل، تابعوا الاستاذ خالد السيرتي وقولوا للاستاذ خالد السيرتي يتكلم عنها تاني، ويستعد ويعد ليها عشان الناس تفهم، عشان ننزل فيديوهات واعملوا مقاطعكم وفيديوهاتكم وبعتوها لي اشيرها عندي، ما عنديش مشكله. اهم حاجه ننقذ بلدنا وندعم الشعب الغلبان ده اللي خاف ينزل، اللي خاف ينزل للبطل العظيم يعمل عليه راجل ويحمي الكلب، لانه بيهيئهم لكوادر الدوله اللي اتباعت عشان يحمي. اقول ايه بس؟ رئيس ايه ده؟ انا مش عايز حاجه من البلد، ده انا هقف لها اسد، بس ايد لوحدها ما بتسقفش. وكنا يوم اكل الثور الابيض يا حبيبي، وكنا لما كل واحد قال يلا نفسه، لا وصلوا له ان انا في كارثه وكل حر فيها. انا في كارثه هنا، انا في كارثه ولازم تقفوا معايا، لان لازم نقف كلنا مع بعض، مش لهدف ما. كلنا في خطر، وسكتنا على بعض خطر واكبر خطر. كفانا نقول كل واحد يلا نفسه. ولا انا غلطان يا نور يا سعد؟ الله المستعان. يا ابراهيم يا عرجاني
هنخليك تقول يعني يا مجرم يا قاتل سينا. الرئيس ده رئيس اتحاد العرب، قبائل العرب في سينا. سمعني يا عرب؟ يا عرب. على الله على الله، بس انا مش هركع الا لله. وهنوقف جيش ساكسونيا. تمام؟ قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه؟ هقول لك، قلنا ان انتوا حراميه سافكين دماء سارقين الذهب والاثار والدولار. تعرف يا سيسي تقول لي هتسد فوايد الديون ازاي؟ ودايع الخلايجه اللي لعبوا علينا وخدوا خيرنا ازاي؟ تمام؟ اللي ارتصوا الشعب المصري من خلال خاين جاسوس زيك. الخلايجه اشتروا بلدنا المئات. اسالوه الخنزير اللي واخد لقطه مع ابراهيم العرجاني ان هو جنبه، عشان تعرفوا ان زامبيا واخده شاي بالياسمين. زامبيا وقالت لك طلع نحاس. يا حواس. يا شعب مصري يا محتاس. يا مين يطولنا رقابيكم. نحكم ثوريه فوريه على الارض. مفيش قضاء شاخخ، مفيش حسن يخرج وجمال وعلاء. بلطجيه وسوابع عايزين يحكموا بلادكم ويتحدوا بعضهم، ما يهمهمش الشعب المصري. انت حدث في الليمون يا ابني. انت مالكش اي 60 لازمه والله يا مصري الا بقوتك، بعزيمتك على الارض، بوقوفك ومطالبه بحقك على الارض ومحاسبه الجميع. انما لا، عبث. كل واحد عامل لي فريق، كل واحد دلدول بيحب عبده اللي بيعبده. الصنم تعبدوا الصنم. فينا ناس بتعبد الصنم للاسف. فينا ناس عبيد واكلين خرا. التغيير لازم يبقى جذري. من 52 فساد، الريحه بقت افيه. التغيير لازم يبقى جذري، مش وجوه بس يا جدعان تطلع تستغل اللقطه، واللي يطلع يعمل لك فيها انا مرشح وهو اصلا من المؤيدين. ونرجع نتركب تاني. كفاكم تطور، هتندموا. السيسي هيتغير، هترتضوا بكل شيء وهتعيشوا للأسوأ، وهتاخدوا بالجزمه برضه. هتاخدوا بالجزمه. ما هي ناخد القرار وهي مره واحده عشان نرتاح لاجيالنا، يا نفضل في العار طول السنين اللي جايه. والله طول ما انا فيها نفس ما هسكت عليكم. ما حدش يقول لي انت بتتعصب ليه، لان انتوا بقيتوا باردين. ده احنا هنطردهم، اللي يهرب منهم بره. والله لا نطردكم، والله لا البلد دي لا ننضف، والله لا تنضف. على عهد والوعد هتنضف، عشان احنا خونه مأجورين. حد يقول لي بحالتي انا دي وحاله اللي زيي وناس كل بره، وانت حالتك جوه، يبقى ازاي مأجور وخاين وعميل؟ عشان شخص بقى هو مصري. يا ولاد الحراميه يا نصابين، يا شعب عره اللي عايش في شعب مصر، يا شعب عره حرامي اكل السحت. انا عامله خاين ازاي؟ حد يقول لي بس. انا دلوقتي عامله خاينه ازاي؟ ورب الكعبه ما هنحلكم، ورب الكعبه ده انا صوتي عالي عليكم لغايه لما تختلوني ولا تعملوا فيا نصيبه يلعن ابوكم ولا 60 كلب. انتوا والله ما تعرفوا ربنا، ما تعرفوا ربنا. ده انتوا كفره يا جدعان، عايش في وسطكم كفره. ملتهم ما لهمش مله، ما لهمش مله يا عم. ده اللي بيعبد الشمس والبقره بيفهم عنه. الله المستعان. يا جماعه انا ثوري مش معارض، وانا شفت الدم والموت بعيني، وشفت السجن هنا، الحبس هنا. والله على فكره اتحبست عند المعرصين في مصر. الحكومه الشرطه اللي هنقلعها البنطلون، تمام، راح هحبطه على طيزه لغايه لما تورم كده وتتنفخ. الشرطه المعرصه المصريه فوين على ابوكوا ولاد كلب عار. حراميه، منظومه وسخه، منظومه وسخه، منظومه فساد نكسه. شوفوا بقى، يا تفكروا وتراجعوا نفسكم، ما تخليش حد يلعب بيكم. تمام؟ وانتخابات وطنطاوي وجمال خدوا القرار عشان اجيالكم. خلي البلد تنضف ولو لمره واحده في التاريخ. في التاريخ الشعب المصري يا جدعان عمره ما خد قراره من 7000 سنه. اللي بيجي يركبه بيمشي كلامه عليه، وتطبيل وتهليل.
العبيد اللي في وسطينا واللي بيحبوا الصنم دول واللي بيقلقوا الصنم دول نتاج عسكر ومن 7000 سنه اللي كان بيجي يركبها، فراعنه ركبونا وحكموا المصريين القدماء. فضلنا كده بالسلسال ده. لازم اللي يجي يركبك تقول له امين، ما معاك قوه والسلاح واقتصادك. ما عايزين نعرف العوائل دي من اين لكم هذا واصلكم ايه وفصلكم ايه. لازم ندور، لازم نفكر شويه، ما نعيش عبيد كده، ما نعيش نقلق الصنم. افهم وجهه نظري ولو لمره واحده. مصر عايزه الاوفياء والمخلصين والله، اللي مش عايز يستفيد بحاجه. انا ايه فايدتي باللي انا فيه وبالاذى اللي انا فيه؟ فايدتي ان انا عندي شرف ونخوه وعايز عزه وكرامه لبلدي، عشان لما اتاذيت انا هنا واتغلط في حقي، لو عندي رئيس محترم اعرف اجيب حقي من حباب عين التخين بره وجوه. فهمت؟ انما لا، اللي حصل معايا ما يفرقش من حاجه من الغلط اللي اتغلط فيا من الخارجين اللي هانوا مصريين. اتحبست في ظبط غلط في حقي، ليا حقوق انا اجيبها ازاي؟ وهم سايبيني كده وعارفين حقيقتي وعارفين اللي انا فيه. اجيبها ازاي؟ ومستنيين ايه؟ مستنيين كل الحقوقيين اللي بره يسكتوا على الوضعيه بتاعتي. ساعتها هختفي، وساعتها ذنبي في رقبه الشعب المصري، تمام؟ وفي رقبه اللي بينادي باسم مصر وعامل حقوقي وناشط وهوبا ومهبه والليله الكبيره اللي عايشينها دي. ذنبي في رقبه الكل. ساعتها الكل يجي يتحاسب. مش مسامح ان انا مش خايف من حاجه، وانك ميت وانهم ميتوا. تعالى يا محمد يا نبيل، تعالى. انت عندك هستيريا ضحك، مريض نفسيه، تاخد بلوك على طول، تمام؟ لان انا ما بحبش قله الادب، لان انتوا عالم تافهه، ولاد حراميه، سراقين، ولاد حرام، واكلين السحت. والبلد دي لازم تنضف. مصر عايزه الاوفياء والمخلصين. فين هم؟ لسه ما ظهروش. وهم عمالين يسرقوا وينهبوا ويضيعوا تاريخ البلد ويضيعوا الناس. انا بطلب كلمه واحده بس، ركزوا للحادثه والواقعه دي، اوعوا تنسوها. هم دلوقتي عمالين يلهجوا بحاجات، والسيسي بيلعبوا له وبيحضروا له حاجات عشان ننسى ونتلهي ونروح، والعقليه تروح بعيد والدنيا تروح منكم. فوقوا عشان الكوارث كتير في مصر. فوقوا عشان ما بشغلش بالي بيهم، بس هو بيضحك ضحك هستيري كتير متخلف. ده متغاظ يضحك او يغضب، تعرف انه بص طيزه مولعه كده من تحت، في صهد كده، في نار شعله تحت طيزه. مؤاخذه يا جدعان. هم كده بتولع كده من تحت. ضحك الهستيري ده مرض نفسي، هم مرضى نفسيين زي السيسي النرجسي. اشكال وسخه كلها، اشكال وسخه. اجير وقابض منين؟ روح اسال السلطات الجزائريه، عندهم كل المحاضر اللي ما رضوش يدوني منها نسخه. روح اسال اقوالي كده في المحاضر اللي خدوها، اللي قلت لهم ابعتوا لي، قالوا لي لا. ليه؟ ما حقي؟ لا، عشان انا الحمد لله نضيف غصب عن انف اللي جابك. بجور وقابض منين يا اولاد المفكوكه يا حراميه يا نصابين يا اولاد الحرام؟ فوقوا. وابراهيم العرجاني لازم يتحاسب، ده حبيب وصديق محمود السيسي الروح بالروح. وهو والمخابرات العامه مع عباس كامل هم اللي امنوا لاسرائيل ودخلوهم في شرم الشيخ، تمام؟ يتمتعوا بخير سينا، تمام؟ وملكوهم سينا. قواد ابراهيم العرجاني، يا قواد الله لا تتحاسب يا ابراهيم العرجاني. ابراهيم العرجاني الحرامي بيهربوا دهبكم بعد ما قتلوا ناسكم في سينا. تخيل يا مؤمن. عيني عليك يا بلدي. وهو شاب اهو مش عارف يجيب علبه لبن ليه؟ لابنه ب 180 جنيه. 180 جنيه يا جيش الردعه، يا جيش الببرونه. مش انتوا اللي احتكرتوا لبن الاطفال؟ ولا نسيتوا يا مصريين؟ مش انتوا اللي وصلتوا له 180 جنيه باحتكاركم؟ انتوا احتكرتوا مصر واحتكرتوا شعبها وشغلتوهم وسية عبيد لاولاد العم، يا خدامين ولاد العم. مصر دولة محتلة، العسكر حكمه عار وخيانة.
السيسي وعصابته لازم يتحاسبوا. لازم 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 لازم. السيسي ما يرحلش. السيسي وكل اللي اشتغل معاه في جيش، شرطة، قضاء، مخابرات حربية، مخابرات عامة، السيسي لازم يتحاكم. ولو جبنا راس الافعى ما نعملش زي ايام يناير حسني، شلنا راس الافعى وسيبنا كل الفاسدين اللي اشتغلوا معاه في فترة ما. ها ابو العينين ده مش تبع حسني اللي على قناة احمد جاموسة صدى البلد؟ ها نظفتوا البلد في يناير؟ لا، اتخطفت واتسرقت منا. شاف في وسطينا نعاقين وعبيد، شاف في وسطينا الصهاينة اللي امتلكوا البلاد والعباد. ربنا ينتقم منكم. التاريخ شاهد علينا، تمام. ولما تيجي تفتشوا ورانا احنا هتلاقونا انضف من انجبت مصر حقا زي ما الاخ بيكتب. وانا بحب بلدي مش عشان حاجه معينه، مش عشان عايز حاجه معينه، مش عشان عندي ديني كرمني وخلاني بني ادم. واما اشوف حاجه غلط اقف ليها واقول كلمه الحق، مش هعرس واطبل. مش خسكم بقى، عيب بقى. انتوا مسلمين على البطاقه بالفطره بس، انما المسلمين حقا ما يقبلش حد يغلط فيه ويهينه. صح ولا لا؟ ما يقبلش حد يدخل ينتهك عرضه وعرض اهله. ما يقبلش اللي بيحصل لعرضنا واهلنا في السجود. حاجات كتير السكوت عليها جريمه وخزي وعار، وسكتنا كتير سنين طوال، وغموا عينيكم عن حاجات كتير وعن خيركم وعن خير بلدكم وعن كل ما فيها. مصر دي يا جدعان والله العظيم العالم كله يجي يشتغل عندها. العالم كله من مشارقها لمغاربها لشمالها الكون كله اللي انت شايفه ده. اما اللي المسؤول واخدينها قبله ليهم. للصهاينه واليهود امتلكوا فيها وبقى لهم مكاسب. تقدر تقول لي عشان الشعب المصري عظيم؟ الشعب المصري لا مؤاخذه عبيد في ايد اللي بيحكموه. عشان مصر حاجه كبيره قوي وانت مش عارف قيمه نفسك فيها، بقيمه بلدك اللي سرقوها. صار عليكم. مش عايزين حاجه من البلد دي غير ان نصلح حالها ونعيش في بلدنا بدل ما يتغلط فينا بره. عشان المصري عظيم وهيفضل طول عمره عظيم غصب عن انف الحاقدين. المصري مش القائد العظيم جمال عبد الناصر، انور السادات، السيسي، حسني وجمال وطنطاوي. انا عايز اختار اللي انا عاوزه. ما تفرضش عليا اشكال بتطلع انت اللي بتجيبها. انا عايز في مصر اختار اللي انا عاوزه حقا، والترشح يتفتح للمناسبين للي يستحقوا حكمها. مفيش الكلام ده. انا اطلع لك ما اعرفش فلان الفلاني وده يطلع يصطاد وجمال يطلع لنا بعديها وتوصل لفوضى. يقول لكم اهو انا عمو حبيب، انا ابو بابا حسني اللي انتوا نسيتوني. طب هات اللي عندك يا جمال، هات اللي عندك من الشعب المصري. انا ليه حق في الفلوس اللي انت سارقها دي اللي حاطينها في سويسرا، في بنوك سويسرا؟ هات اللي عندك من الاطيان يا جمال يا مبارك. انا ليه حق، انا مصري ليه حق في الاطيان اللي عندك دي؟ وانتوا عايشين ومتنغنغين عايزين تركبونا. انا كمصري عايز ارشح واحد يليق بمصر. بتاعوا الانتخابات للكل، انما ما تعمليش تمثيليه. واحد جيب الدم ويطلعوا يعملوا تمثيليه. انت خايف على روحك يا سيسي. انت يا عايز تخرج خروج امن وده مقلقك، تمام، يا تفضل مثبت على الكرسي عشان المطالب برقبتك على اللي عملته في مصر وشعبها. والعالم كله شاهد. بس لما المارد يخرج في قلب بحق الاذان ده، المارد يخرج في قلوب المصريين. فهمت يا مصري يا مصريه؟ الناس دي هتفهم ما يكون. الناس دي هتاكل بالخوف وبالقتل هي عيشها بالذل وبالموت. هتموت. لا، انا عايشها بكرامه وعزه، بعزه ديني وبعزه وطني واجيالي. ابقى مطمن عليهم اني سايب لهم حاجه، مش سايبهم للهويه وانا خايف ان انا اموت. ومين هياكل لي عيالي؟ ما انت مش هتاكل لا انت ولا عيالك. ده انت بقيت عاجز تاكل عيالك. ده الشاب اهو راح يجيب علبه لبن بيفكر واقف على الكوبري عشان ينتحر. واقف على الكوبري زي ده عشان بيبص للبحر.
الشاب قال له راح فين؟ قال له مش عارف اجيب علبه لبن لابني. مش عارف اجيب علبه لبن لابني الطفل الرضيع. مش قال لكم هحدد النسل؟ مش مطالب انكم تعيشوا واديكوا عايشين. انت مستني ايه بحق الاذان ده؟ مستني ايه؟ ما قال لك انت مش مطالب انك تعيش، انت ساكت على حقك ليه؟ قول له لا هنعيش وهنحط صوابعنا في عينيك انت وعصابتك، وانت اللي يتشدد لك من العسكر. انت ابن البلد يا ابني، دي بلدك يا ابني. انما للصبر حدود يا اخي، الصبر مل من الشعب المصري. رضينا بالهم والهم ما رضيش بينا. المصريين دايما يقولوها. امتى لما انت بحق الاذان ده هتسكت على الهم؟ كل الحقيقه بانت يا ناس، والله كلها بانت، والله اتكشفت، والله الناس دي ما عندهاش مبررات تضحك عليك بيها. انت جاهلك ليه بآفة العسكر؟ دي آفة عسكر دمرت العقول. يا جدعان فوقوا قبل فوات الاوان، والله في ايدينا لسه، والله مصر في ايدينا بوحدتنا وبقوتنا. والله انت شعب يا ابني جبار. خرج اللي جواك ارجوك، خرج اللي جواك، كن اسد، اسعر في وش الخونه. يا اخي فوق بقى، اتوسل اليكم يا شعب مصر، فوق يا شعب مصر، اتقوا الله، اتقوا الله لاجيالكم يا اخي. بلاش دينكم اللي بالفطره ده اللي انت ما انتش فاهمه اصلا، الا ما رحم ربي فيكم لله، لاجيالك يا اخي. بحق الاذان ده يا ناس، اتقوا الله في اجيالكم، اتقوا الله في الكل يا اخي، اتقوا الله بقى. كفاكم جهلكم ده ضيعنا يا اهالينا، يا اهالينا. بصوا واسمعونا بقى، اسمعونا. قعدنا نكلمكم سنين خونتونا وقلتوا انتوا مش فاهمين حاجه وقلة الادب. فين قله الادب في كده؟ في اللي انت شايفه قدام عينيك واحد زي دمه محروق على اللي بيحصل فينا. قول لي انت، قول لي انت يا مصري يا مصريه، قولوا لي يا جدعان ريحوني. نار جوايا، بص انت جوايا ايه ده؟ والله يا مزقهم بسناني، بس ايد لوحدها ما تسقفش للاسف. الاتحاد قوه، ايد لوحدها ما تسقفش. انا ايه قدام الفساد اللي ترعرع لوحدي؟ قدام الفساد اللي ترعرع ده يا جدعان، ده في ناس بتطلع تتكلم بتسيبوها تتاخد. ما بتقولوش لا، ما بتقولوش لا ليه؟ ما بتسعرش في وشه ليه؟ قول له سيب اخويا يا ابن الحرام. سكتنا على بعض ورحنا والكل راح، وخليك عشان يقضي عليك، عشان مش مطالب انك تعيش. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ابراهيم عرجاني هتتحاسب، هنشوف مين اللي حاسب مين يا ابراهيم عرجاني، وربنا يصبرنا عليكم ويقوينا، لان لازم تتحاسبوا مش ترحلوا، مش هنطوا الصفحه. ورقبتك يا سيسي اللي انت خايف عليها جايه جايه، انت وعصابتك. الله المستعان. ابو توته يا محمود يا سيسي، كم صفقه خرجتوها يا اولاد الحرام؟ السلام عليكم.